السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلت اقضي معاكم اليوم كده، يوم اجازة من الامتحانات وخلصنا امتحانات، فقلنا بقى نفطر كلنا مع بعض وقلنا نجهز الفطار مع بعض. فلقيت قصة مبعوتالي كده وحكاية مبعوتالي، فبصراحة اتضايقت وقلت لازم أنا اطلع ايه اناقشها وياكم واقولها لكم، اشوف تعليقاتكم واشوف رأيكم ايه فيها. بس اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كمان تكتبوا لي في التعليقات رأيكم في القصة اللي انا هقولها لكم، تكتبوا لي حل لها وتعملوا لي لايكات حلوة، علشان ده اللي بيشجعنا عشان انزل لكم بقى ايه. خدنا الاجازة ننزلوا بقى فيديوهات كتير، وكل يوم ننزلوا فيديو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنوضب الفطار بقى مع بعض ونجهزه مع بعض وانا بحكي لكم القصة. واحدة بتبعت لي بتقول لي انا بنت عندي 28 سنة لحد دلوقتي ما اتخطبتش وعايشة مع اهلي كويس. اخواتي البنات متجوزين ومخلفين الحمد لله، ومتجوزين في بلاد جنب مننا. قلت لها كويس. قالت اختي دلوقتي واحدة منهم حامل وعلى وش ولادة. قالت لما اجي اولد هاجي اقعد عندكم في البيت علشان ماما تساعدني. قلت لها ماشي مفيش اي مشكلة. قالت وهو ده الطبيعي، ده مفيش اي حاجة. قلت لها طب ايه المشكلة؟ قالت لا، هي المشكلة بدأت بقى من هنا. احنا عايشين في شقة صغيرة، اوضتين وصالة ومطبخ وحمام على قدنا انا وبابا وماما. فاختي بتقول لي لما انا اجي اولد انا يعني ايه هقعد في الاوضه بتاعتك انا وجوزي وابني، ما معاها ولد غير اللي هي حامل فيه. قلت لها طب وانا هروح اقعد فين؟ قالت ما فيش مشكله، بروح اقعدي مع بابا في الاوضه نامي وياهم. قالت ازاي؟ ما انا مش هعرف اخد حريتي وانا قاعده مع بابا في الاوضه. ازاي يعني هقعد مع بابا في الاوضه؟ قلت لها يا عم انا بس اشد حيلي كده واقوم و... واخف وارجع لبيتي. قلت لها طب وانا ان شاء الله بقى لما انا هقعد مع بابا في الاوضه هبقى واخده حريتي وانت وجوزك وابنك تقعدوا في اوضه؟ طب ما هو انت خلي جوزك وبابا وابنك يقعدوا في اوضه، وانا وانت وماما نقعدوا في اوضه، هيبقى رجاله مع بعض وحريم مع بعض. ما عجبهاش الكلام وراحت اشتكت لاختي الكبير. قالت لها ينفع انا اقول لاختك قال انا هاخد اوضتك اقعد انا وجوزي وابني مش راضية، واقول لها اقعدي بس شوية اللي انا قاعدة معاك وفيها نامي في اوضة بابا، ما هيش راضية وبتقول انا مش هاخد حريتي؟ قلت لها طب ما انت برضو مش هتاخدي حريتك ومش هتعرفي تاخدي حريتك وجوز اختك معاكي في البيت. قالت ما هو هيقعد معاها في الأوضة. وانا بقول لها لا الكلام ده مش هينفع، وزعلت وراحت اشتكت لاختي. ايه واختي جايه تقول لي استحمليها عمايه بس تولد وتقوم بالسلامه واستحملي الفتره دي. قلت لها ازاي؟ ده احنا هنبقوا زحمه في البيت، هيبقى جوزها وبابا وماما وابنها وهي واني، فكلنا هنبقوا في البيت يعني مش هنبقوا واخدين حريتنا. فقالت لي والله لو انت مش هترتاحي بتعالي اقعدي معايا الفتره اللي هي قاعده معاكوا في البيت فيه. قلت لها ازاي برضو انا هقعد معاكي وانت برضو متجوزه وجوزك موجود في البيت؟ هبات عندكم ازاي؟ ده ما ينفعش. طب انا اعمل ايه؟ انام في الصاله وجوزها موجود في البيت علشان اخد حريتي وانام براحتي؟ ما هو جوزها موجود في البيت. طيب انام مع بابا وماما في الاوضه وبرضه مش هبقى واخده حريتي ولا اهلي واخدين حريتهم في راحتهم؟ وهي مصممه على رايها. ازاي يا بنتي؟ طيب خليكي انت يعني انا وانت وماما نقعدوا في الاوضه وناخدوا بالنا منك، وجوزك برضه هيقعد مع بابا وياخد ابنه معاه ويناموا مع بعض في اوضه، هيبقوا رجاله مع بعضها وحريم مع بعضها. ثم اصلا جوزك ده ما يقعد في بيته عما انت تخفي وتروحي له. هو انت هتيجي عندنا يروحك عندنا ويطمن عليكي وتولدي وهتبقي كويسه وكل حاجه وتبقي تروحي له؟ هو جاي يقعد معاكي في فتره يعني الولاده ليه؟ ده الواحد بيصدق اللي هو خلاص مراته راحت عند اهلها يروح يلف هنا ويلف هنا ويروح عند صاحبه دي ويروح عند اهله هنا ويروح عند اختي دي النهارده. ما ينفعش، انا مش هبقى واضح حريتي. لما انا بقى سمحت منها الكلام وما عجبهاش كلامي وهي كده وانا خدنا تاتش ما بيننا وما بين بعض، جت قافله السكه في وشي وقالت خلاص انتوا حر، احكموا بقى ما بيننا، انا عندي الحق ولا هي اللي عندها الحق؟ انا ما بقولهاش ما تجيش تقعد عندنا في البيت، انا بقولها تعالي وكل حاجه ومفيش اي مشكله، لان هي متجوزه ببلد جنبنا، يعني هي ببلد واحنا ببلد،
وجاية عشان ماما هي كمان تساعدها وتطمن عليها وتخلي بالها منها. ما فيش مشكلة. العقبة الوحيدة اللي انا هسيب اوضتي ليكي انت وجوزك وابنك وانا هروح اقعد انام مع بابا وماما في الأوضة. طب ما هو جوزك يخلي عنده دم برضه يقعد في بيته عما انت تخفي وتبقي كويسة وتشدي حالك كده ويجي ياخدك يروحك. اما هو هيجي يضايق على الناس ليه في عيشتها وفي بيتها؟ ما تيجي زيارة وكل واشرب وطمن على عيالك وطمن على مراتك وروح. انت مش هيبقى في اي مشكلة، يعني ما فيش يعني داعي للمشاكل وانا واختي نتخانقوا علشان هي عايزة تاخد اوضتي وانا اقول لها لا مش هاخد اوضتك. فانا مش عارفة انا كنت هقول لها ايه اصلا في التعليقات. قلت لها يا بنتي خلاص، هي مادام عايزه تيجي تقعد عندكم في البيت وبرضه هو بيتها وبيت اهلها مفيش اي مشكله زي ما هو بيتك وبيت ابوكي وبيت اهلك. استحمليها يعني واحده واحده واستحمليها. ممكن جوزها ما يكونش هيقعد معاها، قالت لا ده هيجي يقعد معاها لان مفيش حد يخدمه هناك وهيبقى قاعد لوحده في الشقه. قالت هيجي يقعد معانا. قلت لها طيب انت يعني من كلامك وياها مش هينفع اللي هي مثلا تستجيب لكلامك، او انا وانت وماما نقعدوا في الاوضه هنبقوا حريم مع بعض وخصوصيتنا مع بعضها وهنبقوا واخدين حريتنا عما ابقى قاعده مع بابا وماما في الاوضه وانت وجوزك، وهنبقوا احنا يعني ايه في عزله، يعني هنا اوضه هنا خصوصيه وهنا اوضه فيها خصوصيه، يعني مش هينفع يا بنتي. قالت لا هي مصره على اللي هي في دماغها. قلت لها خلاص سيبي لها البيت وانتوا روحوا انتوا اقعدوا في شقتها. ضحكت. قلت لها انت هتعملي لها ايه؟ ما هو انت شيل ده من ده ارتاح ده عندك، خليكي انت قاعده في اوضتي وانا اروح اقعد انا في شقتك. قالت ما هو اهلي مش هيرضم واهلي ومش اهلي وهبقى لوحدي وفي الشقه. فهي متعقده، هي اختها معقداها ومش عايزه تحل بصراحه. فقلت ما اطرح عليكم المشكله دي انتوا حلوها لها وقولوا لها في التعليقات يعني هي عندها حق ولا ما عندهاش حق. وبرضه هي ما عندهاش حق لانها هي ما تضايقش على اختها ويبقى يعني بصة على راحة اختها ولسه بنت، يعني هي ولا اتجوزت ولا كده و28 سنة. فانت راعي ظروفها وراعي حياتها دي، خلاص بقت خصوصيتها وقضيتها فيها هدومها وفيها خصوصيتها. ما ينفعش جوزك ينام في الأوضة اللي اختك فيها. انت ذات نفسك انت اللي تقولي مش اختك اللي تقول. مش انت اللي تحبكي رأيك وتقولي لها خلاص انت حرة وتعملي زعلانة وتقفلي السكة في وشها. فما ينفعش. انت ذات نفسك تراعي على اختك، انت اللي تحافظي على اختك مش اختك اللي تقولي لك حافظي عليا. ده رأيي. وبرضو مستنية رأيكم برضو في التعليقات. احنا بقى ايه نسيبنا من المشكلة دي وخلينا في اللي احنا بنعمله فطار خفيف لذيذ. النهاردة أحباب الله خلصوا امتحانات فقلنا نفطر مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بنوضبوا الفطار، حمرنا بطاطس وهنعمله فول كده بتوم وطماطم وفلفل وليمون وشوية تحابيش كده حلوين كده. نظبطوا الصينية وخرطنا خيار وكنا كمان بنجهز جبنة وعسل. ايه رأيكم؟ النهاردة قلنا ايه يعني فطار مع الأسرة الحبيبة. قاعدين اجازه وخلاص الاجازه جت الحمد لله. ده هي الاجازه لاولياء الامور مش للطلاب. الطلاب ما كانوش شايلين هم، الاولياء الامور هم اللي كانوا بيمتحنوا وهم اللي كانوا بيروحوا المدرسه. فقلنا بقى ايه نجهز فطار. واول فطار بقى لنا بعد ما خدنا الاجازه وخلصنا الامتحانات. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسونيش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا رايكم على القصه اللي انا قلتها لكم. يعني تحكموا بالعدل ما بين الاخوات دي. بيبقى ساعات بيبقى في اخوات انانية كده ما بيبقوش يعني ايه شايفين غير راحتهم وهم عايزين راحتهم وخلاص، يعني ما بيبصوش لحاجة تانية. فقلت برضو اطرحها عليكم تقولوا لي في التعليقات، وهي برضو هتشوف التعليقات بتاعتكم وتكلموا معاها وقولوا لها يعني رأيكم ايه في المشكلة ديت واحكموا ما بينهم بالعدل. اهو يا حبايبي نجهز الفطار زي ما انتم شايفين اهو. نفطروا بقى مع بعض فطار خفيف سهل وبسيط كده سريع اللي موجود في البيت. كل حاجة موجودة عندنا في البيت الحمد لله على دي نعمة. وبيتنا عمران بالخير والبركة والسعادة يا رب، وعمران بالرضا ربنا يا رب.
الحمد لله على كل حال وفي كل حال. الحمد لله، نعمة يا رب يديمها نعمة علينا وعلى بيوتنا، وتبقى عمرنا بالخير والسعادة يا رب. جهزوا بقى الفطار عشان نفطروا كلنا سوا. فطار خفيف بسيط سهل، اللي موجود في بيتنا الحمد لله. زي ما انتم شايفين اهو، خلاص قدمته وغرفت كل حاجة، والفول وكل حاجة اهو قدامكم اهي. وبألف هنا وشفا يا حبايبي.